هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد ولقاء متجدد من برنامجكم هلا سألوا عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا وضيفنا هذه الحلقة بإذن الله فضيلة الدكتور الشيخ سعيد بويزري. أهلا وسهلا بكم جميعا وبه. شيخنا السعيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. نتواصل مشاهدينا الكرام في استقبال شهر رمضان المعظم من خلال استقبالنا الفقهي ومعرفة الشروط والأحكام المتعلقة به. نتواصل هذه الحلقة في معرفة شروط الصيام والحديث بإيجاز عن ركني الصيام، النية والإمساك. كل ذلك نحاول أن نتذكره مع فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري. شيخنا سعيد، مرحبا بك على بركة الله. الله يسلمك، الله يبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المشاهدين والمشاهدات الكرام والكريمات، أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وأن يبلغنا رمضان، وأن ييسر لنا صيام أيامه وقيام لياليه. التكاليف الشرعية حينما تفرض بشروط. ما دام الأمر يتعلق بالصيام كما سأل أخي أحمد، فالشرط الأول هو شرط الإسلام، من باب الإعادة فقط للتذكير باش نجمعهم ضربة واحدة. شرط الإسلام، لأن هذا شرط أساس، فكل من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا رسول الله تجري عليه أحكام الإسلام. الشرط الأول. الشرط الثاني البلوغ. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة ابن خزيمة والإمام أحمد والإمام الترمذي وغيرهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. وكلمة رفع القلم كناية عن سقوط التكليف. كي نسمعوا رفع القلم عن ثلاثة، معنى كلمة أو عبارة رفع القلم تفيد سقوط التكليف. وبعض العلماء يقولوا يعني رفع الحكم يقتضي رفع الإثم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع الحكم يقتضي رفع الإثم. واضح؟ بارك الله فيك. رفع القلم أي سقوط، يفيد سقوط التكليف. في آخر الحديث يقول: وعن الصبي حتى يحتلم. إذن شرط البلوغ. الشرط الثالث هو شرط الإقامة. لابد أن يكون ذلك المسلم قائما مقيما، لأن بمفهوم المخالفة الذي يكون في سفر لا يجب عليه الصيام، فقد كان معه عذر ويسمح له، يرخص له بالإفطار. والدليل واضح، مثلا في سورة البقرة الآية 185، حيث يقول ربنا سبحانه، يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذا الشرط الثالث وهو شرط الإقامة. فمن كان مقيما يجب عليه الصيام بمفهوم المخالفة. من كان في حالة السفر فهو معذور، فهو من أصحاب الأعذار، فهو مرخص له بنص الكتاب وبنص السنة النبوية الشريفة. الشرط الرابع وهو العقل. علماؤنا يقررون قاعدة ذهبية مفادها: العقل مناط التكليف. العقل مناط التكليف.
بمعنى بمفهوم المخالفة من كان مجنونا، من كان مسلوب العقل، والجنون آفة تصيب العقل، فهذا المجنون لا يجب عليه الصيام، رفع عنه القلم لنص الحديث المذكور. وسبحان الله هذه من التخفيفات التي شرعها الله عز وجل على هذا الصنف من الناس، فهو مجنون فاقد لعقله فلا يصوم، وذمته لن تكون مشغولة بالصيام نظرا لفقدان العقل، والعقل مناط التكليف. ولا بد من بيان مسألة في غاية الأهمية أخي أحمد، التفريق بين الجنون المطبق الكامل الذي يرافق الإنسان وبين الجنون المتقطع. لذلك علماؤنا قرروا أن من كان جنونا مطبقا مرافقا له دائما، هذا يرفع عنه القلم، وتصرفاته لا أثار لها، ولا يمكن أن تصدر منه عقود أو أن يبرم تصرفات والتزامات إلى آخره. والشريعة خفف، الشرع خفف عن هذا الصنف من الناس. ولكن إذا كان الجنون متقطعا في حالة الإفاقة وفي حالة العقل والتعقل تجري عليه أحكام الإسلام. ممكن الإنسان في شهر رمضان يكون مجنون في 3 أيام 4 أيام وبعدين يرجع له عقله تمام، في الوقت اللي يسترجع قواه العقلية تجري عليه أحكام الإسلام. لأن ماذا؟ لأن القاعدة التي ذكرناها آنفا مفادها العقل مناط التكليف، كاين العقل كاين تكليف، ما كانش العقل ما كانش تكليف، نتيجة واضحة. والشرط الخامس هو الخلو من الأعذار، يعني باش نجمعوا كل شيء، الخلو من الأعذار، ما عندوش صفة مانعة للصيام. مثلا بالنسبة للمرأة حالة النفاس، كي تكون نفساء ولدت خلاص ما تقدرش تصوم، لا يصح صيامها. وكذلك المرأة الحائض والحيض عذر شرعي، والأعذار الأخرى. لذلك جمعناها في الشرط الخامس انتفاء العذر، هكذا بصيغة أشمل وأكمل. إذن كاين شرط الإسلام، الشرط الثاني شرط البلوغ، الشرط الثالث الإقامة، الشرط الرابع العقل، الشرط الخامس انتفاء العذر أو انتفاء الصفة المانعة للصيام. فإذا كانت توفرت هذه الشروط فمن شهد منكم الشهر فليصم. والأمر واضح، والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه عن الوجوب إلى حكم آخر. بارك الله فيك. نستعيد باختصار بالقبائلية. الله يفكرك بالشهادة، دائما راك تفكرنا. الله يفكرك بالشهادة سي أحمد، بارك الله فيك. باش مذان أذي وجب فلاس رمضان أذي يوزوم إلى قس 5 الشروط. الشرطة من زو ذي نسلم، خاطرك ديني كيني لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام أذي يطبق فلاس، أذي يطبق فلاس رمضان أثيوزوم أماكن أذي يخدمك الواجبات ثياض إثي ديال زم ربي سبحانه عز وجل ذي الشرعيث، أما ذي القرآن أما ذي السنة النبي وشفيع صلى الله عليه وسلم. هذه ذي نسلم. الشرط والسين إلى قذيلي ذوين إلان يعني بض سن البلوغ، سن البلوغ أما ذا قشيش أما تقشيش زران شو ثنت العلامات ذي قشيش هذه أول سن البلوغ أو تقشيش تتصور سن البلوغ. ولكن بين قوسين هناك يعني إشارة مهمة جدا علماؤنا النص تحدثوا عنها اعتمدنا على النصوص السنة النبوية الشريفة لأحاديث كثير النبي عليه الصلاة والسلام، وين فيه توصية بتدريب الناشئة على الصيام قبل البلوغ، يعني قبل روضا أكنا روضا مثلا 7 سنين تفض إمولان تشجيعا نخدم ناس يفوذ الدريانسن باش هذو زومن. بالمناسبة من أعرافنا أخوي أحمد أن واحد كيصوم النهار الأول يعني يطلعوه فوق القرمود. ومرة واحد حكى لنا في العاصمة قال لي ما عندناش القرمود، طلعته فوق الفريجيدير يعني ويأكل البيض وكذا، يعني حدث
وهذه مهمة جدا باش نفهموا بلي أعرافنا أعطت حرمة قوية لرمضان. نهار اللي يصوم حدث ويبقى في حياته، وانت طلعوا فوق قال لك القرمود أحمد طلعوكش. طيب معلش هذا يمكن أن يتحقق بأثر رجعي يعني لا حرج. إذن 38 خصام يون مريب يعني يلها قرود غسوق قشيشه مش طهوري بضاره 13 سنه 14 سنه يعني يلها غادي تصوزهم، ولكن يوباس يومين ثلاثه غادي يخشوا ستاج براتيك يعني تدريب باش مرد يوض الى قد يوزهم كور كامل التفضيه كاع ايمانيس. اذا الشرط البلوغ، الشرط ويس ثلاثة، شرط الإقامة هذه وين مقيم يعني ثاني الدرتيس مثلا تيسن وكذا، ماشي اللي عندنا دا مسافر هذه السفر سيت مدينة ترثايض أكثر من 80 كيلومتر أكثر من 83 كيلومتر. لذلك بالمناسبة نوضح مسألة في غاية الأهمية أن الوسائل العصرية لا تسقط الرخص الشرعية. صحيح. الوسائل العصرية يعني السيارات والطائرات وكذا إلى آخره، هذه لا تسقط الرخص الشرعية. يعني ما إلا غمزان يروح للطوموبيل نغير المهم هذه السفر أكثر من 83 كيلومتر ما يتفصل عزيمة غادي يوزم ولا يسوقور يجوز، ولكن ما إلا يبغى هذه هو الرخصة يجي ثلا ذي الشرعي. إذن الشرط الإقامة ويصرف عندنا الشرط العقل إلى قضية اللي هو نساء العقل ماذا درويش نغدا مهبول ذا مسلوف وينا وتصوزو مرا خاطر ويجي فيها فلاس. الشرط ويس 5 ولا قارب يسعوا العذر خاطر ما يسال العذر مثلا مطوث مثلا لان النفسه مثلا فمطوث لان الحيض وكذا في كذا يعني ساعات العذر كذلك غام غارم قرن زميران غاموضين وكذلك ان المرضى اصحاب الاعذار اكيد سياتي بيان هذه الامور يعني الاعذار التي تجيز الفطر في رمضان في الايام القادمه ان شاء الله وقدر. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بويزري وبارك الله فيك. قبل أن نشرع في استقبال مكالماتكم مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا أن نبدأ بهذا السؤال الذي بأرسل أو بهذه الرسالة للسيدة متيزي وزو تقول: لدي أخت متزوجة لديها ولدان تعيش مع أهل زوجها منذ 15 عاما. زوجها يعمل في الجنوب، اتهموها بأنها تسرب أسرار البيت مما أصابها بالانهيار إلى حد أنها تفكر في الانتحار، علما أن زوجها لم يتخلى عنها، لكن والد الفتاة يسأل هل يحق له أخذها لبيته إلى أن تتعافى؟ نعم. ونسأل الله العفو والعافية لها ولنا جميعا. طيب هذه يا أخي أحمد من مشاكل تقع بين أفراد الأسرة الواحدة. للأسف نعود ونكرر باستمرار نحن بشر أمرنا شرعا أن تكون يعني علاقاتنا مبنية على أسس شرعية. يعني هذه الزوجة راهي هنا وزوجها راه في جنوب الجزائر راه يشتغل هناك، يعني هي أمانة تركها بين والديه، يفترض أن تحتل محل البنت، يعني هذه عروسة راهي كالبنت المفروض هكذا. أما مثل هذه الاتهامات الباطلة شرعا لا يجوز، لأنه شرعنا الحكيم ينهانا عن توجيه الاتهام بالباطل. هذا في المبتدأ حرام، يحرم شرعا أن يتهم شخص بالباطل. يعني هذه التهمة أوصلتها إلى أنها تفكر في الانتحار. طبعا حنقول أيضا لا يعالج الخطأ بخطأ أفدح بخطأ أكبر. ننصح هذه الأخت السائلة بالصبر الجميل وبالنفس الطويل، وننصح أيضا والديها معلش يأخذوا معاهم يعني ترزف كما يقولوا، يعني تزور مواليها ويوقفوا معها ويرفعوا من معنوياتها وهكذا، ولكن لا بد أن يحاط هذا الزوج بمثل هذه الأمور. وطبعا لا ندعوه إلى أن يتهور إلى أن يفتح النار على والديه إطلاقا، ولكن المطلوب سددوا وقاربوا. إذا كان يعني هذه المرأة تعاني مثل هذه المعاناة ولا تصبر، نوصي هذا الزوج أن يتخذ لها مسكنا مستقلا، وهذا من حقها باش يحافظ على زوجته ويحافظ على أولاده ويحافظ كذلك على أسرته ووالديه. هذه نصيحتنا بشكل عام. سؤالها الثاني والأخير: هل يجب العدل بين البنات والذكور في الهبة؟ نعم، في الحقيقة يعني دائما نؤكد نعلق دائما على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وحديث نعمان بن بشير يعني مشهور ذكرناه مرارا في هذه المجالس، مجالس الإفتاء،
لكن باختصار شديد الأصل هو العدل بين الأولاد، ولا يجوز تمييز ولد على آخر أو بنت على أخرى أو على آخرين إلا بمسوغ شرعي. كان يكون هناك مرض أو شيء من هذا القبيل، يعني يكون هناك عذر شرعي، مثلا طفلة راهي تقرأ دراسات عليا وكذا مش تحتاج إلى مصاريف زيادة أو شيء من هذا القبيل، إلا ما كانش هناك مبرر شرعي يبرر هذا التفاضل فهذا أمر لا يجوز. يكفي أن نقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام كيفاش حكاها ربي سبحانه في القرآن الكريم، نشوفوا النتيجة نتاع عدم التمييز بين الأولاد. شوفوا أولاده الآخرين، أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام غاضهم الحال كما يغضهم الآن، وهذا والإنسان إنسان وهم أبناء نبي، وهم أبناء نبي. الله يفتح عليك، حتى قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، هم اللي حكمين هكذا حكموا عليه، وبعدين النتيجة بدأوا يتناقشوا واش نديروا بهذا يوسف ومع أخوه اللي راهم يحبهم. قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. معنى ممكن هذا الناس بهذيك دافع الغيرة وهذيك ممكن يديروا حاجة مش مليحة. لذلك ننصح، وطبعا هذا أمر شرعي ما هوش فقط على المستوى، أمر شرعي. ربي قال يوصيكم الله في أولادكم، وهذه الآية من لوازمها العدل بين الأولاد في الحقوق المادية وفي الحقوق المعنوية. والحديث الصريح ذكرناه اتقوا الله خافوا ربي واعدلوا بين أولادكم، سواء في الهبة ولا في المعاملات المعنوية في التعامل مع الله يسلمك الله يبارك فيك. فبالتالي إذن واش واحد يعطي هبة، الواحد ما يعطيش هبة الآخر، يعطي عطية الواحد وما يعطيش الآخر، هذا أمر لا يصح شرعا. أتشهدونني كما قال صلى الله عليه وسلم أتشهدونني على زور. لذلك في حديث يقول اشهد على ذلك غيري فأنا لا أشهد على جور، مرة قال زور مرة قال جور. يعني هذا الحديث حديث نعمان بن بشير يعني واضح جدا في عدم جواز التمييز بين الذرية. أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك، وربي يجيب الشفاء إن شاء الله. طيب على بركة الله مشاهدينا الكرام، نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية من وهران. نبدأ سيدة أم ملاك، السلام عليكم. سيدة أم ملاك وهران، لا بأس ربما غادرتنا. نروحوا لعبد القادر محمد، نروحوا لفرنسا. عبد القادر، الو. السلام عليكم سي عبد القادر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل. نعم من فضلك يا سي احمد. السلام عليكم سي الشيخ. وعليكم السلام سي عبد القادر، مرحبا اخوي. عندي سؤالين من فضلك مهمين. تفضل. مرحبا. اول سؤال اول رحمه الله. عندي السؤال اول. السؤال الاول، ايوه. كنت نخدم في واحد الشركه، وكنت وانا نخدم في واحد الشركه صغيره الحاصل يعني هنا، وانا كنت مسؤول ويعني ونخدم كمان يعني كنت كذلك كاين واحد لا كاين وايش كاين السي عبد القادر؟ كاين واحد الانسان انا ما نعرفه ما ندري ثم كان بين اصحاب ديروات شركه قال لي ودي نجم تعمل لي الحسن يعني دي في خدم لي الحسن يميك والخدمه تقسمها على زوج. انا بعض من العمل نخلصك اسلاس ولا ندير لي فاتوره. انا الفاتوره ما عنديش، انا ماشي مولا بيرو مش كذا. انا قسمت انا ويا الشركه اللي نخدم معاها، درت النص درت الفاتوره والنص ديالي وانا. هذا حلال ولا حرام والله ما خرج يعني. شوف سي عبد القادر، باش نعرف انا واش كاين. سي عبد القادر فهمنا غير شو قال لك بعض اسباس بعض. سي عبد القادر، لا والسؤال الثاني سي عبد القادر. نعم. الله يرضى عليك، عاود لنا لانه حاولنا نركزوا. عاود لنا الله يبارك وارفع صوتك شويه، رانا نحاولوا نركزوا معاك. نعم. ايوه عاود لنا السؤال سي عبد القادر الله يرضى عليك. نعم. يعني كيف هذا الراتب تخدم في شركه كيفاش يخلصوك؟ ربما يساعدوا هذا السؤال اخي احمد. نعم.
قلت لك انا نخدم في واحد الشركه، يعني انا كنت مسؤول نخدم السكان تاع نيتواياج. ايوه تاع تمضي. نتاع نيتواياج. ايوه. وقال لي يا ولدي جاني واحد الانسان من حدا ما نعرفه ما يعرفني ما نعرفه ما نعرفه. أيوة. اول مره شفته قال لي يا ولدي انا هيا تشوف دير معايا الحظ اللي عم يدير بيه، استخدم لي الحظ اللي كذا، وبالصح ما نقبلش فاتوره، دير لي نص بلاش فاتوره، دير لي نص بالفاتوره نص بلاش فاتوره. انا ما عنديش طابع وما عنديش وعد، ما عطيتش نص فاتوره للسوسيتي وانا نص قضيت وانا اسكي هذا في حرج مش حرج كذا ولا. ايوه واضح شيخنا؟ واضح. أيوة. الآن واضح. نعم. ايوه. والسؤال الثاني سي عبد القادر؟ السؤال الثاني سي عبد القادر. واضح. واضح الله ينورك. واضح. السؤال الثاني. والسؤال اخر والثاني كاين واحد الانسان نعرفه باللي راهو يسرق. نعم. والسؤال الثاني كاين واحد الانسان حتى نعرفه مسكين هو راهو يسرق له ويعطي لك حاجه هو راهو قاعد سرقه، اسكي حلال ولا حرام ولا كذا، ولا نرجع له المرتبه نتاعو. ايوه. وانت على بالك باش هذيك سرقها؟ سرقها هو ولا حرام واش بها حرج ولا ما فيهاش؟ واضح ان شاء الله. واضح يا عم عبد القادر. هذو هما اسئلتك؟ أعظم. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك سي عبد القادر، نجاوبوك ان شاء الله. بارك الله فيكم. الله يعينكم ان شاء الله. الله يحفظك سي عبد القادر، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم سي عبد. الله يبارك فيك سي عبد القادر. بارك الله فيك سي. الله يبارك فيك. شكرا سي عبد القادر. الى اين محمد من سي عبد القادر؟ محمد الى اين؟ بسكرة الاخت نادية. مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عندي سؤال عن الطهارة والوضوء الأكبر بعد الجنابة من فضلك. أيوة. يعني هل يجوز تخليل الشعر دون تبليله كله؟ هل يجوز؟ سمعت أنه يجوز تخليل الشعر بالأصابع فقط. واضح. والبعض يقول أنه يجب تبليله كله. وخاصة عندي ابن رضيع وكل شيء يكون يطب علي غسل الشعر في كل مرة يعني. واضح. والمراحل من فضلك مراحل هذا الوضوء الأكبر، وهل هي نفسها بالنسبة للطهارة بعد العادة الشهرية من فضلك؟ أيوة. وعندي سؤال ثاني إذا كان ممكن. تفضلي. مرحبا تفضلي. أنا والأخت تاعي رضعتنا الأم ماما رضعتنا لمدة 4 سنوات. أيوة. فهل هذا يعني بعض الناس في الحياة اليومية يقولوا أنه حرام يعني لمدة طويلة، حابين نتأكد يعني هذا الشيء. وشكون هذا اللي راه يقول لك حرام سيدة نادي؟ يعني هو أنا متقطع الحمد لله ومسمع قريناش يعني باللي حرام في الدراسة تاعنا، ولكن الناس في الحياة اليومية العادية يعني الناس عامة الناس. أي يا ربي يحفظ. الوالدة راهي حية؟ حية. تهلاي فيها وربي يحفظها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. يا ربي يخليك. شكرا جزيلا. يعني أرضعت 4 سنوات، هذه الله يعطيها الصحة والله ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا جزيلا أخت نادية من بسكرة. إلى أين يا محمد؟ أيوة العاصمة السيدة أم لينا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راكم لاباس؟ الحمد لله سيدتي. وشيخنا واش راهو لاباس؟ الله يبارك فيك. نحب نقول لشيخنا بلي هو وشيوخ كامل نحبهم في الله، ويدعوا لنا باش ربي يهدينا ان شاء الله ويصلح لنا ويهدينا ربي ولادنا ان شاء الله جميعا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يطولوا في عمره ويخليه لنا ان شاء الله. اللهم من اجمعين. باش هكا نستفادوا من العلم تاعو. الله يحفظك سيدة أم لينا ربي يخليك. ان شاء الله. عندي سؤال الشيخ. تفضلي. مرحبا فيك. حبيت دائما جو ريمارك هذه في القرآن الكريم انه ليكون الله سبحانه وتعالى يخاطب في صيغة الفرد ومن بعد يتحول الخطاب لصيغة الجمع. أيوة. مثلا سورة البقرة مثلهم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فتركهم في ظلمات. سجل نشوفوا بلي انه يبدا في صيغة الفرد ومن بعد يتحول لصيغة الجمع.
ولا يكون يكلم في الفض أيضا، ومثلا في معنى الآية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يعني ما فهمت هذا يعني وش معناها، يعني كيفاش تفسرنا شيخنا هذا. واضح سيدة أم لينا. وأيضا يعني الإنسان كيحب يعني دائما يعني يوري انسان واحد اخر. احنا يعني ماناش كاملين، ولكن عندنا اخطاء، لكن كي تجي حتوري حاجه يقول لك لا لازم تفوت تصلح واش فيك نتايا، باش يعني في موضوع واحد اخر كامل. مثلا نقولوا على الانسان اللي ما يصليش ولا يكون يرتكب اخطاء اللي تكون كبيره. ايوه يعني كيفاش الانسان يعني يتكلم مع الانسان الاخر. واضح. وذلك يعطينا توجيهات في تربية الأطفال. ماذا بينا يعطينا نصائح في تربية الأطفال على الصلاة وعلى حفظ القرآن. يعني كيفاش الوالدين ينصحوا أولادهم كي يكونوا من سن يعني 10 سنوات فما فوق، لأنه من بعد يعني بعد هذا السن يعني الأطفال التربية خلاص تهرب من بين الوالدين. الله يوفقكم. وإن شاء الله ربي يحفظكم وبارك الله فيكم. شكرا سيدة أم لينا، وربي يحفظ الأولاد إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أخيرا لبويرة. حسن مرحبا. أسي حسن. لبويرة حسن ذهب حسن. طيب خلونا محمد نجاوب على الأسئلة هذو براحتنا، ثم نستقبل المكالمات الهاتفية إذا ما كانش مكالمة، حتى لا نترك المشاهد ينتظر. محمد طيب على بركة الله. شيخنا نبدأ من عبد القادر من فرنسا، ومسألة الشركة اللي قدم خدمة يبدو ولكن بفاتورة منقوصة. يعني تفضل ما قولكم؟ نعم سي عبد القادر، أولا فيه بعض القواعد لابد أن ننضبط بها. من هذه القواعد أن الإنسان اللي يعمل عند الغير، يعني أنت تعمل في شركة بعقد، والعقد كما تقرر القاعدة شريعة المتعاقدين. درت ان كونترا، كاين ديزونجاجمون، كاين التزامات منك ومن صاحب الشركة. الواجب هنا تطبيق قوله تعالى في سورة المائدة، الآية الأولى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذه آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا المؤمنين طبقوا الالتزامات نتاعكم، لي زونجاجمون نتاعكم. رقم 3: لابد من الحرص على ما يسمى بتحقيق مستوى الرجل العادي. الرجل العادي هذا معناه هو الرجل الحريص على مصلحة الغير كما يكون حريصا على مصلحته. بمعنى أنه أنت تعمل عند شركة، الشركة هذه عندها قواعد العمل تاعها، لازم تراعي هذه الشركة ومصلحة الشركة وما تضيعهاش وما تضيعش الآلات، وإذا كان راك طونكيسي دراهم لازم تحافظ على ذيك الأموال وتكون أمين إلى آخره. هذه كلها داخلة في هذه من تطبيقات هذه القاعدة. يأتيك إنسان الآن باش تخدم له هذيك الخدمة اللي تقدمها هذيك الشركة، وأنت ذلك الموظف ذلك العامل. إذا كان الشركة تقبل تسمح بمثل هذا الأمر، أنه اللي يجيك الكليون هذاك النص بالفاتورة والنص ماشي بالفاتورة، فإذا كان هذا مسموحا الله يبارك، وإذا كان ماشي مسموح فلا يصح. بمعنى آخر، لا يجوز أن تتعامل مع الزبائن إلا وفق القواعد المتفق عليها سلفا بينك وبين صاحب الشركة في تعامل الشركة مع جميع الزبائن. ما تديرش فافور كيما حبيت، ولا دير إذا كان الكليون لظرف ما بغى اون فافور، بغى رخصة معينة، تستشير صاحب. هذا الأمر يا أخي أحمد على بالك فيه كوارث كبيرة تحصل في هذا الباب. كاين واحد يفتي روحه مباشرة، يجي ان كليون يتفاهم معاه يقول له اوكي ندير لك فاتوره، مثلا خدمت لك خدمه ب 400,000، ندير لك فاتوره نتاع 200,000 و200,000 اخرى تخلصني انايا. فهذه كلها لا يجوز، وبأي حق استحلتم أموال الناس. وربي جاب لنا قاعدة في القرآن الكريم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لازم لا ترونسبارونس، شفافية كاملة
شفافية كاملة. ما يلزمش واحد يخدم حاجة خارج كما قال واحد مرة، قال كان عندي فواتير سيرفيس سيارة نتاع، وقال لك ندي ودير بها دي فوا كلونديستان يعني يخدم. قال لك أنا تعبت ديته من المدينة إلى أخرى ناخذ قيس التعب نتاعي. لا نعاون روحي. نعم ما عندكش الحق، هذه ماشي سيارتك، السيارة اسمها فواتير سيرفيس يعني السيارة نتاع العمل، خدمة نتاع الخدمة. ما عندكش حق تدير تحولها وتصرفها عن مسارها وعما حدد في العقد. معنا باش نختم هذا الجواب نقولوا يا سي عبد القادر أخويا سهلة مهلة، شوف واش كيف الكونترا في الشركة نتاعك، الشيء اللي تسمح به الشركة ديروا، اللي ما تسمحش به الشركة ما تديروش وتتهنى نهائيا. وما يجيش واحد يقول لك لا هذا أمور قانونية خاطئين خاطئ الشريعة. لا الشريعة هي تقولنا طبقوا القانون. الشريعة تأمرنا بتطبيق الالتزامات المتفق عليها مع صاحب العمل. بارك الله. طيب شيخنا ربما سي عبد القادر اليوم حاب يدارك هذاك المال اللي اداه وش يدير به؟ ما شاء الله سؤال مهم. سهلة مهلة. هذاك المال اللي اديته أنت ترجعه إلى الشركة بشكل أو بآخر. مثلا الشكل الأول مثلا تقدر تقيم هذاك الأموال اللي دخلت عندك ترجعها إذا كان هذا ما يضركش. أما أنه يسبب لك يعني أزمة ولا فتنة ولا متابعة قضائية ولا هنا ممكن أنت تضاعف من جهدك. إذا كان مثلا لازم تخرج على 4 أخدم حتى على 5، زيد ساعة اليوم، زيد غدوة نص ساعة، زيد بعدين ساعة ونص، زيد 4 ساعة. كي تضيف هذاك الأعمال تعطي جهد إضافي للشركة حتى يطمئن قلبك ببراءة ذمتك. إن شاء الله تحس باللي الحمد لله أنا الدراهم اللي ديتهم بغير وجه الحق راني عوضتهم بالعرق نتاعي بالخدمة نتاعي للشركة. جميل. بارك الله فيك شيخنا. طيب بالنسبة عبد القادر يقول واحد يسرق وانت عارف بأنه يسرق ويهديك أشياء، هل تأخذها؟ هل إذا أخذتها يمكن أنك ما تردهاش ليه لأنه أصلا على بالك أنه سرقها؟ نعم. يا سي عبد القادر أخويا بارك الله فيك على حرصك على الحلال، وهذا أمر مهم. الشريعة الإسلامية تمنع كل مال يدخل إلى حيازتك إلا من مصدر مباح مشروع. يعني خدمت خدمة عندك دراهم راتب لابين تاعك هذا يجوز. جاء واحد خلى لك وصية مات الله يرحمه يجوز، ورثت يجوز من والديك ولا. أما يجي واحد يعطي لك من مال مسروق، فإذا كنت لا تعلم فالناس الإنسان لا يعلم الغيب، وجاء واحد هدى لك هدية ما على بالكش ما كانش مشكل. ماشي واحد كل واحد يعطي لك هدية دير لونكيت تقول له هذه الهدية هذه الهدية منين جبتها؟ ما عندكش حق دير هكذا لونكيت بهذا الشكل. أما إذا كان تعلم بأن هذه الهدية مسروقة أو غلب على ظنك، والعبرة بغلبة الظن، أنه هذا الإنسان يعني راه يمد يده راه يسرق، هنا لا يجوز لك يا سي عبد القادر باش تمسك هذيك الهدية. قل له شكرا وانصحه. إذا كنت تعلم بأنه يسرق ينصحه، قل له هذا مال حرام وإلى آخره. من قوسين كما بعض الأولاد يجي يدخل للدار، ومادام الأخت الفاضلة كانت تنصحنا على تربية الأبناء، تربية أولاد، الأخت السيدة أم لينا ربي يحفظها ويحفظ الجميع. فماشي أي طفل يدخل للدار يجيب لك بورتابل، مرة يجيب لك ساعة، مرة يجيب لك معناتها وتقول إيه ما شاء الله، يقول لك هداها لي صاحبي. لا وليدي ولا راجل. نعم وليدي كبر ولا يقول وليدي ولا راجل، يعني راه يستقبل لي كادو وهدايا وما شاء الله. لازم هنا الوالدين عندهم مسؤولية شرعية، مسؤولية أخلاقية. أما في يعني الناس الكبار وكذا إلى آخره يفترض أنه عندهم أموال وعندهم كذا، أي واحد يعطيك هدية. فلا النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا صلى الله. إذن هذه مما يزرع المحبة بين الناس ويقرب بين الناس الهدايا، سواء كانت خفيفة قليلة صغيرة كبيرة لا يهم. لذلك أنت كي تعرف بلي هذه سارية هذه مسروقة ما تمسكهاش. طيب وإذا كان غلط مسكتها تخلص منها ماشي ترجعها له هذاك الإنسان، لا، يعطيها للفقير المستحق.
كاين محتاجين، كاين فقراء. واحد عطى لك بذلة هدية وعلى بالك بلي مسروقة، يا سيدي انت نحها من الجسد نتاعك واعطيها للفقير واعطيها للمسكين. ونسأل الله لك ولنا الحلال الطيب. بارك الله فيك شيخ السعيد وأحسن الله إليك. إلى مجال الطهارة، هذه أختنا نادية من بسكرة تسأل على هل يمكن تخليل الشعر دون تبليله كله. البعض يقول أنه يجب تبليل الشعر كله، وهي تقول أنا مرضعة وأحيانا يصعب علي ذلك لأنه قد يسبب لي مضاعفات مرضية، فكيف أفعل؟ والله الحمد لله شرعنا الحكيم مما قاله القرآن الكريم تأسيسا لمبدأ رفع الحرج، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. مش الآية واضحة؟ يريد ربي يبغي باش يخفف على الناس، يريد الله أن يخفف عنكم، وبعدين ربي قرر وهو العليم الخبير وخلق الإنسان ضعيفا. إذن يا أختي الفاضلة الأصل هو تبليل الشعر كاملا، ولكن الرخصة تقضي بجواز تخليل الشعر بالأصابع، وهذا يجزئ لظرف ذكرته في السؤال. نعم بارك الله فيك. شيخنا تسأل هي عن مراحل الوضوء الأكبر كيف يكون، نعم. وتسأل هل الوضوء بعد الجنابة هو نفسه الوضوء بعد نعم. طهارة من الحيض؟ نعم. شوف يا أختي الفاضلة، حينما يكون هناك عذر من الأعذار، يعني سواء تكون المرأة في يعني على جنابة أو تكون بعادتها الشهرية، حينما تطهر من عادتها الشهرية من حيضها أو بعد الجنابة، ترفع الحدث الأكبر بالطهارة الكبرى التي تقابل الطهارة الصغرى وهي الوضوء الأصغر، بالمراحل. ماذا مسألة المراحل؟ بالمراحل الآتية ألخصها فيما يلي. أول حاجة أن الإنسان طبعا يعقد النية. النية محلها القلب، ليس شرطا أن يتلفظ بها، بل النية محلها القلب، إنما العمل بالنيات والنية محلها القلب. أنك درتي نية رفع الجنابة أو نية رفع أو نية الطهارة الكبرى. طيب تروحي طبعا يعني المرأة أو الرجل كلاهما يذهب إلى المرحاض من أجل يغسل يعني يتطهر. بعد ذلك مباشرة يدخل إلى الحمام. في الحمام طبعا يكون الوضوء الأصغر. هذه طريقة من طرق تتوضأ الوضوء الأصغر ما عدا الرجلين، معنى اليدين 3 مرات، وبعدين الفم، الأنف، الوجه، اليد اليمنى إلى غاية المرفق، ثم كذلك اليد اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الأذنين. تتوقفين هنا وبعدين تغسلين الرأس. شيخنا ومن يقول بغسل الرجلين؟ نعم. ومن يقول بغسل الرجلين يعني بالوضوء كاملا ثم لا، هنا هذه مسألة في الفقه، يعني في الفقه المالكي يقول بذلك. بعض الفقه المالكي يقول بذلك بغسل الرجل من البداية، ولكن هناك من يقول بخلاف ذلك. أنا قلت هذه طريقة وبعدين تقول الطريقة الثانية. الله يبارك فيك. وتوقفي هنا، هذه طريقة. إذا حبيتي تغسلي حتى الرجلين من الآن أيضا صحيح. ثم يأتي الرأس، دور الرأس، تغسلي رأسك كله كاملا، ومستحب تعودي الوذنين هكذا، لأنه راهم ملتصقين بالرأس هكذا. كي تكمل الرأس نتاعك تروحي مباشرة الشعر نتاعك والرأس تروحي مباشرة إلى الجهة اليمنى، الشق الأيمن، وما تنسيش السرة، الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم تروحي للرجل اليمنى إذا كان ما غسلتيهاش، ثم للرجل اليسرى. وإذا كان حبيتي أيضا احتياطا تخلي الماء ينزل عليك كاملا، يعني تعميم الجسد كامل الجسد بالماء، وهذا القدر كافي. الآن مادام توضيتي الآن تقدري تصلي صلوات عادي، تقضي الصلوات اللي عندك في القضاء وتصلي بهذاك الوضوء الأكبر وبما فيه الوضوء الأصغر وجمعتهم في زوج، كل الصلوات إلى أن ينتقض وضوءك بناقض من نواقضه. نعم. وممكن طريقة ثانية
أنك بعد ما تخرجي من المرحاض مباشرة تغسل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى وتعيدين الوضوء الأصغر بعد ذلك. هذه طريقة تعميم الجسد بالماء وكذا. هناك خلافات فقهية في هذه المسألة، يمكن يدخل البحر مباشرة خاصة عند الأحناف صحيح. يعني هذا يجزي، ولكن تكفي هذه الطريقة المنظمة المرتبة، هذه تجزي والله أعلم. شيخنا سامح لي، ربما التفاصيل للعلم أشرت لدخول المرحاض وتقصد به غسل المخرجين أولا ثم نعم. الذهاب إلى الغسل نعم. مباشرة. شكرا جزيلا شيخنا، هذا توضيحا. شيخنا ثمة مسألة وهامش إن صح التعبير، ديننا الحنيف، لأنه البعض يعتقد بأنه السرعة أو التهاون عادي لأنه حاول يغسل. المسألة عبادية يعني فيها عبادة، لذلك الشرع الحنيف يركز على التفاصيل حتى أن الواحد يخرج طاهر. هذا النقطة متعلقة بالتركيز أثناء الغسل. الله يبارك فيك. بارك الله فيك أحمد. البعد التعبدي في هذا الموش غسل عادي، واحد يروح للبحر يغمس روحه وبعدين يخرج والسلام، لا. شوف سبحان هذه التفاصيل الدقيقة في شرعنا الحنيف تعطينا فكرة. أولا حرص الإسلام على الطهارة، وحرص الإسلام كذلك على أن يبقى الإنسان دائما على طهارة، يعني طهارة المستديمة. لذلك الإنسان يعني عنده حدث من الأحداث مباشرة يعني يروح يرفع الطهارة في أول فرصة تتاح. طبعا هناك تخفيفات الإبدال، إذا كان واحد ما قدرش ومريض وكذا يروح للتيمم، والتيمم يجزي حتى واحد كيكون على جنابه ويتمم. طبعا إذا كان عنده عذر ما لقاش الماء أو مريض أو شيء من هذا القبيل يعني بالحجرة، ولكن يتيمم لكل صلاة والسلام. ولكن هذا التركيز مهم جدا في شرعنا الحنيف لأنه هذه عبادة من العبادات. ولكن فقط التركيز هذا ننبه لأنه واحد ما يلزم يكون هناك كما يقولوا مغالاة. الغلو في التركيز قد يؤدي إلى الوسوسة. بارك الله. هذه مسألة مهمة. كاين بعض الناس ولو كان يدخل في البحر ويقول لك وقيل فيه منطقة بين الكتفية ما لحقهاش الماء. وكاين شيخنا مع الأسف ناس يشوف مناطق مازال جافة ما يهتمش. والعكس أيضا صحيح، هذا طرف وهذا طرف، يعني والتطرف مرفوض والفضيلة وسط بين رذيلتين. وكان اللي يتهاون يشوف ربما ما غسلش روحه أصلا، يعني منطقة كاملة خلاها ويخلي يقول ربي غفور رحيم وخلي، لا، هذا مرفوض وهذا مرفوض. والمطلوب هو ونحن أمة وسط، الإنسان يركز بلا مبالغ بلا إفراط ولا تفريط، وهذه الوسطية التي أمرنا بها. حسن الله إليك شيخنا السعيد وبارك الله فيك. هذه أختنا نادية بسكرة أرضعتها أمها وأختها 4 سنوات كاملة، من قال لها هذا فعل حرام. بصحتكم يا الأخت نادية، ربي يحفظك ويماك، يعني سلمي عليها بزاف، لأنه درك اسمحوا لي بعض النساء يعني ما يرضعوش أولادهم، يرضع شهر ولا 15 يوم بقى على خير، يرمي له بيبرون وترمي له بيبرون تخليه لهيه. يعني ليلى محمد رسول، شوف ربي كيف في القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أخي أحمد، مما آلمني كثيرا منذ 3 سنوات نزلت واحد توصية من منظمة الصحة العالمية. مفاد هذه التوصية موجهة إلى وزارات الصحة عبر العالم. يقولوا يا وزارة الصحة قولوا للنساء تاعكم كل واحد في بلاده رضاعة طبيعية باش ترضعوا أولادكم رضاعة طبيعية، أقل حاجة 6 شهور. كانت حملة عالمية تقريبا، كانت حملة عام كامل. نعم عام كامل يهضروا على الرضاعة. يا ولدي يا ربي قالها في القرآن، يا ربي قال في القرآن وحليب الأم لا مثيل له ولا بديل، ما عندوش لا مثيل ولا بديل، لأنه الأم ماهيش غير ترضع الحليب. أولا الرضيع يعني رضاعة حليب الأم ما عندوش مثيل من جميع المقاييس الطبية والصحية وإلى آخره، هو غذاء ودواء وحصانة وإلى آخره. وكذلك الأم كي تحكم وليدها لصدرها تعطي له الحنان، هذا مقصد، ماشي ترميه لهيه تعطي له البيبرون برمي اج دوزيام اج وك تعرف كاع هذاك الهموم هذوك. طيب اللي ما عندهاش الحليب الله غالب، صحيح الله غالب. دروك مانيش نقولوا الاخرين النساء لا، اللي عندها عذر معذوره ان شاء الله ربي ييسر الامور وخلاص وربي يحفظ اولادهم جميعا. ولكن نقول بالنسبه اللي تهمل
واللي تفرط. أما يماك جزاه الله خيرا رضعتكم 4 سنين الله يبارك. أذكر مرة واحد قال لي أنا دخلت لأكل ومازال يدخل المدرسة يعني يرضع من يماه ويروح يعني عندها الحليب ورضعت الله يبارك بصحتكم. إن شاء الله. الله يبارك فيك. يجوز يعني لا حرج ماشي حرام. الله يبارك. شكرا شيخنا السعيد وأحسن الله إليك. هذه السيدة أم لينا تتحدث وتبحث في خطاب القرآن، ويبدو أنها من الناس الذين يتأملون ويتدبرون القرآن الكريم. قالت كيف يبدأ الله سبحانه وتعالى بخطاب فردي ثم ينتقل إلى الجمع في آية واحدة أو العكس، ما الحكمة في ذلك؟ وهذا وجه من وجوه الإعجاز، يعني سؤال ممتاز، وكل أسئلة ممتازة لها قيمتها، لا ندري كم بقي من ولكن باختصار نركز على كي نقراو القرآن الكريم. تعريف القرآن قلت هو كلام الله عز وجل المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي، ورب قال بلسان عربي مبين، إن أنزلناه قرآن عربيا بلسان عربي مبين، باللفظ العربي المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته إلى آخر تعريف القرآن الكريم. إذن كي نقولوا هو كلام الله المعجز. من وجوه الإعجاز هذه التنوع في الأساليب، التنوع في أساليب الخطاب، أحيانا بصيغة المفرد، وأحيانا بصيغة الجمع، وأحيانا بصيغة الحاضر، بصيغة الغائب. كل هذا التنوع في الأساليب وجه من وجوه الإعجاز. اقرأي معي الأخت أم لينا مثلا، أنت ذكرتي قرأتي بعض الآيات من سورة البقرة، وأنت تسألين جاء في خاطري قلت سبحان الله كي نقرأ قوله تعالى قل هو الله أحد. قل يعني خطاب موجه النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. ويقرأ قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فتح النصر. وفي آية أخرى وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا بشكل عام. وفي آية أخرى يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، يخاطب المؤمنين. ورب قال في القرآن في الآية الأخرى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. في سورة الزمر رب يقول وسيق الذين كفروا، ما كانش يخاطب الكفار، هكذا يعطينا الحال مآل هؤلاء الكفار الذين كانوا يكفرون بعقولهم في دار الدنيا ويتعاونون على الكفر، لذلك حكمهم واحد، يجتمعون في العقاب وجزاؤهم واحد. وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها فتحت، وفي قراءة فتحت. وأيضا دخلوا في القراءات أيضا شيء عجيب جدا، شيء مهم، وأنصحك باش تزيد تعمقي في هذه الأمور. فتحت في قراءة أبوابها وقال لهم خزنتها سلام ألم يأتكم، هنا تبدأ العتاب، ألم يأتكم. إذن رب سبحانه هنا ينوع في الخطاب ويقول هم يخاطبوا الكفار الذين كان مآلهم دخول جهنم، ولكن قبل ما يدخلوا جهنم يتعرضوا لهذا العتاب، لهذا اللوم الكبير. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا ينكرون ما ينكرون. وبعدين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين. ويأتي المؤمنين، شوف الصيغة كيفاش تغير الأسلوب، وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا ربهم. هناك ما قالش ربهم، قال وسيق الذين كفروا، ما قالش بربهم، ما يستحقوش هذا التشريف باش يضافون الله عز وجل. وسيق الذين كفروا لا يضر ولا ينفع المولى، لا ينفع. ولكن هنا لا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أنا قال أو وفتحت واو الحال، معنى وجدوا الأبواب مفتحة، ماشي كيوصلوا للجنة ويطبطبوا، لا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لا لوم ولا عتاب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا هو رب سبحانه الآن يتحدث بلسان أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لازم يكون بلغة بصيغة الجمع، لازم، لأنه كان واحد يدخل الجنة وحده يعني لازم رب سبحانه استجاب لهذا النداء الفطرة لما يحقق السعادة التامة. سبحان الله. والحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
إلى نهاية سورة الزمر. التنوع في أساليب وفي الصيغ حسب السياق هذا وجه من وجوه الإعجاز القرآني. بارك الله فيك شيخنا السعيد على هذه اللفتات البيانية. سؤالها الثاني يتعلق ببعض منا يريد أن يعلم ويقصد من ذلك النصيحة وربما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض يتصدى له على اعتبار أنه عليك بخاصة نفسك، أو على اعتبار أنه عليك أن تصلح نفسك أولا وأنت لست يعني مسؤول على الناس وأفعالهم وسلوكاتهم. فأمثال السيدة أم لينا يعني ياخذوا يبعدوا شوية لأنه، فتقول بما تنصح؟ أنصحك بما نصحنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. شوف هذه الصيغة في اللغة الأخت أم لينا تسمى صيغة الاستغراق والشمول. الدين النصيحة وليس من الدين النصيحة. لا، الدين النصيحة صيغة الاستغراق والشمول. كانوا يلخص الدين في النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النصيحة هذا نصحنا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمرنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ننصح الناس، ولكن النصيحة لها شروط. فقط النصيحة لها شروط. من هذه الشروط أن نتأكد بأن المنصوح على خطأ دون اجتهاد، بمعنى ذاك الخطأ باين. مثلا الأخت أم لينا راكي تمشي في طريق وتشوفي مثلا واحد يعني يأكل في تشينا ولا في كذا في البنان ويرمي القشور، ممكن تقول بالكلمة الطيبة، باختيار الكلمة الطيبة. من فيها ناس وكما يسمعوش كلمة طيبة يا لطيف، قولوا يا أخي أو يا أختي لو سمحت كذا كذا، تعطي له الكلمة. الحق مر فالتمس له خفة البيان. الحق مر فالتمس له خفة البيان. الحق هذا رزاي مر، واحد يختار الكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة إن شاء الله. هذا شرط أو ضابط من ضوابط النصح الشرعي. طيب، أما أنه وكذلك الصبر على أذى المنصوح. ممكن تنصحي واحد ويأذيك، هذا شرط وضابط مهم جدا. علاه يقول لك أنت واش دخلك وأنا أعرف خير منك وروحي برك اهتمي بروحك. لا، إذا كان واحد وانت قلتي بارك الله فيك قلتي لنا أخطاء طبعا، وكل بني آدم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خطاء وخير الخطائين توابون. ما يعنيش أنه واحد إذا كان يغلط مع انتهى لا ينصح الآخرين، لا. المهم أن الناصح لك نصحك في محل النصح. إذا كان عمر بن الخطاب يا عجبا وهو الفاروق يقول لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها، أو في أول خطبة نتاعو تعرفوا من رأى في عوجاج فليقومني. جاء واحد قال ولو رأينا فيك عوجاج لقومناك بحد سيوفنا. ما تقلق، ما لا شيء، يقول مرحبا بك يعني. ويقول فيها كلمة، يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. الله يرحم اللي يهدي لي عيوبي. أما إذا كان واحد غلط ودار أخطاء وبعدين يقول له أنت ما دام راك تغلط ما تنصحش، لا. اللي قالك هذا الكلام يا الأخت أم لينا فهو غلطان. كملي في النصيحة بشروطها وربي بارك. شيخنا، أخيرا طلبت توجيهات في تربية الأطفال، وهي تستنصحكم كأب أولا. الله يبارك فيك. وفضيلتكم لكم تجربة، ومن وحي ما قرأت خلينا نديروا خريطة طريق لأولادنا في زمن صعب جدا. شيخ سعد، صحيح يا أخي أحمد، زمن صعب. يعني كي نقولوا الزمان اللي فات الأمر ميسور، نص التربية سهلة، الأسرة تربي والجامعة يربي والمدرسة تربي والشارع يربي والدشرة تربي والكبار يربي والكانون يربي. خاطر الكانون هذاك يجمع الأسرة، تجتمع الأسرة، الجد والجدة وقاع العائلة موجودة. لذلك من بركة الشهر العظيم شهر رمضان الفضيل أنه يجمع الأسرة على الأقل في شهر. كما قال لي واحد الصباح قال لي والله غير احيانا ما على بالناش واحد ياكل بيتزا برا والاخر ما ياكلش، 12 تاع الليل كل واحد من قطعين كامل. ها جاء رمضان ان شاء الله من فضائله وافضاله وخيراته ان تجتمع الاسره مره اخرى
باش تعيش هذاك الدفء الأسري والدفء العائلي. الآن التربية صعبة جدا جدا جدا. والواحد شيخنا سامح لي يدعو في هذا الزمن الحمد لله على رمضان الذي يقينا من حالات الاغتراب الأسري اللي يعيشه الغرب. احنا عندنا شهر وجوبا نلتقي وجوبا. بارك الله فيك. والأصل في هذا الشهر نتدرب باش 11 شهر اللي جايين إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نأخذ نستثمر ما أخذناه من زاد في هذا الشهر الفضيل. والمليح في الجزائر عندنا ما كاش وين تاكل برا يعني. نعم الحمد لله يدخلوا قاعد الحمد لله. بالنسبة للصلاة بارك الله فيك يا أختي الفاضلة، الصلاة عماد الدين كما قال عمر الخطاب في الحديث اللي جابه الإمام مالك في موطئه وهو يتوجه إلى عماله. شوف عمر بن الخطاب يقول لهم يأمرهم بالمحافظة على الصلاة، وبعدين يقول فهي عماد الدين، وبعدين واش يقول فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. الحديث رقم 8 في الموطأ. طلقية ثم إن شاء الله روحي مثلا شرح الزرقاني أو شرح مشروع تلقى الشرح الجميل اللطيف لهذا الحديث اللي هو ورد في موطأ الإمام مالك رحمه الله. لذلك الصلاة، وطبعا الصغير لو كان ما يدربش على الصلاة منذ الصغر، وبعض الناس أولا وليدك كي تروح تصلي جيبيه يحضر معك، كي يشوفه حتى يكون إن شاء الله يكون عنده عامين يشوفك تصلي ويقلدك. انت تقول الله أكبر هو يقول الله أكبر، أليس كذلك يا أخي أحمد؟ صحيح. كاين ذري صغار يردوا هذا، وبعدين كي يسمعوا الأذان ثم في الحومة ولا في التلفزيون ولا في الراديو ولا قول يا وليدي أنت كرري الله أكبر الله أكبر. هو بعدين يوالف تدخل في خلاص وكي تكمل دير الدعاء وسيفعل مثلك. هو يقلدك لا يخشع كما تخشعين ولا ما عندوش هذاك الروح اللي عندك انت، ولكن هو يقلدك وتدخل في الشعور نتاعو واللي يألف هذه القابلة الكلمات وهذه الهيئات إلى آخره. وهذا التدريب إن شاء الله تعالى يوصل أقل من 7 سنوات يبدأ يصلي معك إن شاء الله تعالى، وتحبي له الصلاة منذ الصغر. وكاين ناس كبار يا أخي أحمد وصل 50 60 سنة ما يصليش ولا يحشم كاع، تقول تصلي يقول كيف ما بقى لي والو، يحشم يروح الجامع يحشم يصلي بين الناس وهكذا. أما كي بدا مسير ما شاء الله. وحفظ القرآن خاصة حفظ القرآن شيء جميل جدا جدا. اللي بغى غزارة اللغة واللي بغى الأدب اللي بغى كل الخيرات راهي موجودة في كلام الله عز وجل. وكي يحفظ في الصغر ما يستثمره في الكبار. وكان ناس بزاف حافظين في الزوايا في معمرين المدارس القرآن وهم صغار، والآن راه نشهد باستمرار. وهذا الشهر الفضيل سوف نشهد إن شاء الله تعالى أولاد صغار إن شاء الله تعالى وهم ورود في سن الورود يحفظون كلام الله عز وجل. حفظيه حببي حفظ القرآن بألوان من التحفيزات المعنوية والمادية. المعنوية كان مثلا يجي ضيف من ضيوف قولوا اقرأ سورة الفاتحة، أو غدوة أحمد مثلا يدخل الضيف حصلت لك أليس كذلك؟ صحيح. هذاك أحمد اللي يشوفه في التلفزيون وكذا قرأ برك يبدأ يقرأ لك سورة الفاتحة وهو صغير، وأنت تشجع تقول ما شاء الله بارك الله فيك إلى آخره. هذا تحفيزات معنوية وتحفيزات مادية أيضا. تحفيزات مادية، هذا الطفل الصغير يحب يأكل يحب ما يشعر بعض الحلويات وكذا، طبعا الحلويات النافعة ماشي المضرة، يعني تعطي له هدايا في اللباس نتاعو تجيب له كتاب وهكذا. تحفيزات مادية ومعنوية وتشجيعات لهؤلاء الصغار باش يواظبوا على الصلاة ويواظبوا على حفظ القرآن الكريم. وفي أمور أخرى تربوية أيضا أدري أن الوقت دقيقتين في دقيقتين فقط نقول كلمة يا ملينا أعطيك مساحة لهذا السؤال المهم. ضياع الكبار يؤدي إلى ضياع جيل واحد، كن نموذجا. صحيح. أما ضياع الصغار يؤدي إلى ضياع أجيال عديدة مستقبل. إذا كان الكبار ضاعوا ها راح جيل واحد راح. أما إذا ضاع الصغار النتيجة يضيع أجيال كثيرة تضيع. لذلك لابد أن تصرف الجهود، جهود الآباء، جهود الشيوخ، جهود المربين، المعلمين، المفكرين، المؤلفين إلى تربية الصغار، التربية النموذجية. ولكن هذا لا يكفي، ماشي كل واحد يحرث واحد، لازم يتعاون الجميع، تتضافر جهود الجميع كل من موقعه من أجل بناء جيل صالح. يا نشو أنت رجاؤنا كما قال من الجزائر من باديس، يا نشو أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. بارك الله في شيخنا سعيد بويزري، شكرا لكم، نلقاكم بخير، السلام عليكم. عليكم السلام.